بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعين في كل مكان، هنا قنوات الكأس الرياضية تأتي هنا في العراق، هنا دهوك كأربيل نينوى، هنا السليمانية كركوك وصلاح الدين، هنا ديالى، هنا الأنبار وبغداد وواسط وبابل، هنا كرب. هي لحظة للتاريخ. السيد ستيفان كوفكانس الحكم الروماني صاحب 38 سنة يقود هذه المواجهة هنا في استاد جدع النخلة الذي يتسع ل 65,000 متفرج، وافتتح في عام 2013 ويعد من الأكبر. نعم، صفر الحكم، وانطلقت كأس الخليج، كل يتشبث بجذعها. نعم، هنا لدينا تسديدة خطيرة للغاية، لكن يتدخل إبراهيم ويبعد الكرة الماضية التي تأتي بأول الكرات والتهديدات العراقية بتسديدة كانت مثالية للغاية. كرة مقطوعة، حسين علي إلى أيمن، يا سلام على هذا الكرات، وابعدت عدد. المنتخب العماني يؤدي أداء كبيرا جدا. هنا الكرة التي تلعب عالية خطيرة رأسية وابعد الغاية. ضرغام الكرة الأمامية، تدخل العماني في عملية الإبعاد. عمان ستتطور مع مرور الوقت. نعم، المنتخب العماني مع مرور الوقت راح يشوفه أفضل، لأنه بس هي البداية، بعدين لا، راح تتغير شوية الأمور، راح ياخذون الثقة، يتعودون على محيط جذع النخلة، خلاص يستوعبون. عند حسين علي الكرة وصلت عراقية الآن، محاولة تلعب خطيرة أيمن، لكن الرأسية وابعدت العراقية. عادت عمانية وبدأت عمان الآن تظهر. الكرة التي تلعب أمامية، لكن جلت الصليبي اللي عطلت كثير وكان مميز للغاية. هذه عرضية خطيرة لكنها أبعدت وهو طيرة. الكرة لو مررت سريعة إلى الأخبري، عادت الآن إلى أمجد، عالية خطيرة إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى. هذا لمصلحة عمان. الكرة التي تلعب عالية لعبت الآن داخل منطقة الإزاء، وصلت إلى جلال إبراهيم. ممكن كل شيء وارد. عموما إبراهيم بايش بطاقة صفراء. هذه الكرة الآن تلعب ولست متيقنا. بيقول حسين يغير اتجاه لاعب في الجهة اليمنى عن طريق حسين عمار، يلعب الكرة العالية، أيمن حسين، رأسية ذهبت إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى لمصلحة المنتخب العماني. هذه رأسية أيمن حسين، وهو سلاح فتاك، لا تعلم متى يظهر. الاشتغل العماني الآن مع الدقائق الأخيرة. الخميسي مرة حلوة عالية خطيرة لمصلحة المنتخب العماني، لكن كرة أرشد العلوي. هذا أرشد لاعب الكويت اليسرى لمصلحة أحمد الكعبي، يلعب الكرة الأمامية، وصلت علي فايز. صبحي عصام، لكن جلال حسن في اللقطة الأخيرة. يا علي فايز، الكرة مرت بعيد تماما. ترى عندنا فار، وهنا نهاية أحداث. نعم، شوط اللقاء الأول، الذي يأتي في البصرة، الشوط الأول لخليج. شكرا للزميل خالد جاسم. عودة، تريد أن تثبت نفسك المدرب وتجعل بصمة، وهذه الكرة الآن جبارة لهذا الأمير المراوغي.
لعب الكرة العالية أمامية خطيرة وإبعاد في اللحظات الأخيرة. بايش إلى حسين، حسين يا سلام يا سلام، جبار جبار جبار، بايش أيمن حسين لا في توقيت مثالي، وحسين بكرة العرضية. الله 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 على كرة أيمن حسين الخطيرة، على هذه المقوسة، على هذه الراسية التي كاد أن يأتي بخبر يقين للمنتخب العراقي، لكنها مرت وين؟ لأصحاب الأرض ولا لأصحاب الدار؟ لأن عمان أيضا أصحاب دار وكلنا أصحاب. لم تهدد جلال حسن، لم تهدد جلال حسن. وأرشاد، الله سمعني يا أرشاد، سمعني يا أرشاد، ولذلك قال احنا ما نهدد، احنا ما نهدد، خذ لك وحده التي مرت الى خارج ارضية الملعب بجوار القائم الايمن من مسافة بعيدة، كاد ان يفعلها ارشد العلوي. والكرة التي حاول او راح معاه يأمنها جلال حسن الى ركلة مرمى. ياهي كرة، ياهي عمانية. هنا المحاولة، اوه هذا مر، هذا راح، هذا جميل، وهو جميل يمرر الى عصام الصبحي. الصبحي عند استلام الكرة في الجهة اليسرى يعيدها الى جميل. التدخل الموجود ما في شيء على الاطلاق، على الاطلاق، لكنها في التكتيك الان. هذه خطرة، هذه خطرة، هذه خطرة، هذه خطرة، جلال حسن ما فيها تسلل، ما بيها خطرة عمانية. أول أهداف اللقاء من مصعب المعمري، لكن في النهاية أبعدت الكرة ولا زالت عمانية، لا زالت عمانية، لا زالت عمانية. والراسية حاير الكرة، ما هو مكانه لمن تلعب إلى بايش، راسية بايش، والكرة إلى في هذه الدقائق، في الربع تقريبا الساعة الأخيرة من عمر هذه المواجهة. كرة تلعب عالية، أيمن حسين ينزلها إلى شركو، سقوط موجود ومطالبة، لكن الكرة لا زالت ضرغام. الكرة الماضية وصلت إلى المنذر إلى المعمري، يا عيني على مصعب وتسديدة مصعب. صعب انه تدخل جذع النخلة من كثافة الحضور. هذا آلاء فاضل، كرة غاية في الخطورة، كرة أرضية مرت من آلاء فاضل، نعم مرت خطيرة على مرمى المخيني، تابعها المخيني. شوفوا هنا الخطورة التي كانت موجهة على مستوى الزاوية اليمنى، لكنها مرت عبرت، ذهبت إلى خارج أرضية الميدان. وصلت من أيمن حسين، يقلع في الجهة اليمنى. هل تأتي العرضية الآن موجودة؟ حارب السعدي في هذا مصعب المعمري، استخلاص جميل، خطورة عمانية ستأتي الآن. عمان بعيدة يا المنذر، بعيدة يا منذر. خليجي 25 يا البصرة. يا رب يا رب يكون فاتحة خير، يا رب يا رب، وتفرج للعراق كل شيء والله. بعد الآن ترى المنتخب عنده أفضل، واللي يتابعنا الآن العراقي ترى العراق عنده أفضل، لكن حكم البداية هي بس البداية. هنا بطاقة لجمعة 20 25 26 ضرغام. الله على ضرغام، والله على إبراهيم المخيني. ماذا يملك هذا الضرغام في هذه الكرة الثابتة؟ الله الله الله